السلام عليكم جميع الإخوان، مرحبا بكم أول فيديو على قناتكم. نعطيكم أفضل التوقعات وأفضل المراهنات بالنسبة للمباريات يوم الجمعة. نبداو في لا ليغا الإسبانية بين بيتيس و ليغانيس، ونعطيكم أبرز إحصائيات والأداء خاص بالفريقين. كما تلاحظون، آخر مباراة لبيتيس تغلبت ب2-0 أمام ريال مدريد، وآخر مباراة لليغانيس تغلبت ب3-0، وآخر مباراة جمعت بين ليغانيس وبيتيس غلبتها بيتيس ب2-1. ونعطيكم الترتيب ديالهم في الدوري الإسباني: ليغانيس في المركز 9، بيتيس في المركز 17. ونعطيكم افضل التوقعات وافضل المراهنات بالنسبه لهذه المباراه. من يريد مراهنتها ان المباراه ديال بيتيس بالنسبه لهذا الماتش هذا اللي بغينا عليه، ومرحبا بالجميع، وكل فريقين سيسجلان بالنسبه لهذا الماتش هذا. اما بالنسبه بفرنسا بين سان تيتيان وليل، نعطيكم ابرز احصائيات تاعهم والاداء الخاص بالفريقين. كما تلاحظون، اخر مباراه لسان تيتيان تغلبات ب4-0، واخر مباراه ليل تغلبت ب2-1، واخر مباراه جمعت بينهما تعادلت 1-1. ونعطيكم الترتيب ديالهم في الدوري الفرنسي: ليل في المركز 6، سان تيتيان في المركز 18. ونعطيكم افضل توقعات وافضل مراهنات بالنسبه لهذه المباراه. ان المباراه ديال الليل بالنسبه لهذا الماتش هذا اللي بغينا عليه، فمرحبا بالجميع. اما بالنسبه للدوري الروشن السعودي بين التعاون و خليج، نعطيكم ابرز احصائيات تاعهم والاداء خاص بالفريقين. اخر مباراه للتعاون غلبتها الاتحاد ب2-1، واخر مباراه لخارجه غلبتها الدمك غلبت الدمك ب1-0، واخر مباراه جمعت بينهما تعادلت 1-1. ونعطيكم الترتيب ديالهم في الدوري الروشن السعودي: التعاون في المركز 9، الخارجه في المركز 11. ونعطيكم افضل توقعات وافضل المراهنات بالنسبه لهذه المباراه. ان المباراه ديال الخليج بالنسبه لهذا الماتش هذا اللي بغينا عليه، فمرحبا بالجميع. اما بالنسبه للنصر والاهلي، نعطيكم ابرز احصائيات تاعهم. اخر مباراه للنصر غلبتها ب4-1، واخر مباراه للاهلي غلبتها الفيحاء ب1-0، واخر مباراه جمعت بينهما غلبتها النصر ب4-3. ونعطيكم ابرز الترتيب ديالهم في الدوري الروشن السعودي: النصر في المركز الخامس، الاهلي في المركز 8. ونعطيكم افضل توقعات وافضل مراهنات بالنسبه لهذه المباراه. ان المباراه ديال النصر وكل فريقين سيسجلان بالنسبه لهذا الماتش هذا اللي بغينا عليه، فمرحبا بالجميع. اما بالنسبه للدمكه والخدوه، نعطيكم الاحصائيات والاداء خاص بالفريقين. اخر مباراه للدمكه تغلبت ب3-2، واخر مباراه للخدوه غلبتها الاتفاق ب1-0، واخر مباراه جمعت بينهما غلبتها الدمكه ب2-0. ونعطيكم الاداء الترتيب ديالهم في الدوري الروشن السعودي: الدمكه في المركز 18، الخدوه في المركز 18. ونعطيكم افضل توقعات وافضل مراهنات بالنسبه لهذه المباراه. ان المباراه ديال الدمكه بالنسبه لهذا الماتش هذا اللي بغينا عليه، فمرحبا بالجميع. تفاعلوا معنا الخوت والبارطاج. اول فيديو معكم واول قناه معكم، تحيه جميل.